السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شباب سنة تانية عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم اخوكم حسن حمدي، فيديو جديد في امراض الباطنة. ومعانا النهاردة ان شاء الله ميعادنا مع الهارت فيلير، فشل عضلة القلب. بس قبل ما نبدأ افكرك ان كورس نيرسونا المواد الطبية والتمريضية عليه عرض مميز جدا دلوقتي لسنة تانية، بدل 800 بقى 400. وغير كده في عرض زيادة اللي هو تدفع اللي تقدر عليه، يعني لو مش تقدر على 400 ممكن تدفع أي حاجة أقل من كده بحد أدنى 50 جنيه. مفيش أي مشكلة إن شاء الله معاك. تدفع اللي تقدر عليه، مش تقدر تدفع 400 تدفع 300 تقدر تدفع 200. انت وقدرتك وانت راقب نفسك. ده كله عشان تقدر تتابع معانا طول الترم، لأن في مجهود بإذن الله يبذل الجبار من وراء الكواليس. ونبدأ بسم الله. يلا. أول حاجة علشان أعرف فشل القلب، فأنا أولا محتاج ألقي نظرة سريعا على القلب أصلا، وأتعرف على بعض الحاجات علشان لما أجي أقولك على الأعراض اللي هتحصل تبقى متميز معايا وتبقى فاهم بسرعة. فأول حاجة صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. أول حاجة بقولك إن القلب أنتوا عارفين إن هو بيغذيه الشرايين التاجية اللي بتبقى إيه، طبعا ده القلب مقسوم، تمام، واخد نصه كده وقطعه بالجنب. طيب، فانت عارفين ان الشرايين التاجية بتبقى ايه، بتحوط القلب وتغذيه، تمام. القلب لما نقسمه من جوه هيبان لي ايه؟ هيبان لي ان هنا اهو في اذين ايمن، بطين ايمن. هنا الاذين يعني اتريوم، ما تركزش في الاسماء يعني عموما. رايت اتريوم، وهنا الرايت فنتريكل يعني البطين. وهنا في اليسار الليفت اتريوم، الأذين الأيسر، والليفت فنتريكل البطين الأيسر. إيه اللي بيتم؟ اللي بيتم إن الدم بيستلم ويودي، يستلم ويسلم. بيستلم إيه ويسلم إيه؟ صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. الناحية اليمين طيبة، تيجي على نفسها تستلم الدم الغير مؤكسج. يعني إيه الغير مؤكسج؟ يعني اللي الأعضاء اتغذت، الدم اللي الأعضاء اتغذت عليه وراح جايه مسلمه له ثاني اكسيد الكربون وخدت اتغذت على الاكسجين، يبقى يقوم يقل الاكسجين ويزيد ثاني اكسيد الكربون. ايه اللي يحصل؟ يروح للدم، يروح للقلب ناحيه اليمين. اليمين في البلمونري ارتري، الشريان الايه الرئوي، يودي الدم غير المؤكسج ده يوديه على الرئه. تقوم الرئه انت بتاخد نفس صح، بتاخد الاكسجين وتطلع ثاني اكسيد الكربون، تمام. فتقوم الرئه واخدالك ثاني اكسيد الكربون، تاخده وتطلعه لك في الزفير، وتدي لك الاكسجين اللي انت خدته اثناء الشهيق، ويبدل لك ويروح جاي شريان تاني، سبحان الله، جاي الوريد بقى من ناحية الرئة يودي لك القلب، يودي لك ايه، يدخلك على القلب هنا على الاذين الايسر، ويروح جاي داخل من الاذين الايسر على البطين، ويروح جاي طالع الاورطة يغذي لك بقية الجسم. يبقى تاني سريعا، الشريان القلب بيستلم الخزان هنا ايه، الاذين، بياخد هنا ويسلم للبطين، البطين يودي على الرئه، الرئه تودي على الاذين الايسر، يروح جاي الايسر مودي على البطين، يروح جاي البطين مودي على الاورطه. تمام يا شباب؟ تمام جدا. دي سريعا بالنسبه للموضوع. عندنا صمامين مهمين جدا وهو قالهم لك هنا في الدرس. عندنا الشريان الميترال فالف، وعندنا دي صمام الميترال فالف، وعندنا صمام اسمه الاورتيك فالف اللي ما بين الاورتيك، ما بين البطين الايسر وما بين الاورطه، وعندنا الميترال ما بين الاذين وما بين البطين. طيب ايه اللي يحصل؟ ان لو اتسع ده، لو اتسع هو القلب جاي ينقبض، ده بينقبض فيروح جاي مرخي ويطلع دم هنا، تمام. ده لما ينقبض ايه اللي يحصل؟ يطلع لك دم من هنا. شايفين هنا يا شباب؟ ده الطبيعي ان هنا بيعبي هنا بيعبي وهنا بيعبي اهو، ويروح جاي ده منقبض مع ده، ده ينقبض ده يعبي، ده ينقبض ده يعبي، تمام. شوفوا بقى لما يحصل ان يحصل ريجرجيتيشن. يعني ايه يحصل ريجرجيتيشن؟ يعني الصمام ده يتسع، تمام. فبصوا هنا بدأ الفايبرز اللي ماسكه البتاع بدأ يرسب، بدأ الدم اللي المفروض يخرج من هنا يرجع تاني للأذين الأيسر، فبدأ الخارج من القلب خارج دم صغير، خارج شوية دم، بدأ اللي خارج من الدم شوية دم صغيرين،
فلما حصل ان ده اتسع، لما ده اتسع ايه اللي حصل؟ انت قلت لي يا دكتورة لما ده اتسع اصبح الدم المفروض يروح يغذي اعضاء الجسم قليل. ليه؟ لان جزء منه بيتبقى في الأذين. فاللي يحصل لي ان الأذين لما يتحمل زيادة عن طاقته، انت لما الواحد يروح الجيم ايه اللي بيخلي العضلة تكبر؟ ان هي بتتعرض لوزن اكبر. فهنا انت عمال تعرضه لوزن اكتر، لدم اكتر، دم اكتر، دم اكتر، فالعضلة هنا تكبر، فيحصل لك العضلة اسمها هايبر دي يعني حاجة زيادة، زي هايبر تنشن، ضغط زيادة. فهايبر تروفي يعني تصنيع او الحجم بتاعها يبقى اكتر. تمام يا شباب. سريعا بقى نشوف كده، نلم الموضوع وهفسر لك تاني واحنا بناخد. طيب عشان الموضوع ما تقلقش سهل جدا، هو صفحتين اصلا معاكم، بس انا اللي بحب ايه اديكوا تفاصيل يعني. اول حاجة التعريف. انت قلت لي ان لما بيحصل بعض من ضمن الاسباب اللي انا شرحتها ان الصمام ده يبقى ضيق، فبالتالي الدم اللي نازل للبطين اللي هو هيضخه للجسم كله قليل، لان ده الصمام قليل فبينفذ قليل. طيب او العكس، الصمام هنا واسع فاللي نازل هنا بيرجع تاني ليه، فبالتالي يحصل مشكلة. طيب هنا ايه اللي يحصل؟ قال لي ان القلب فشل ان هو يضخ كمية مناسبة من الدم لجميع اعضاء الجسم. تمام. وقال لي اصلا هو القلب بيضخ قد ايه؟ قال القلب بيضخ 5 لتر كل دقيقة، 5 لتر كل دقيقة، ومعدل الضربات 70 ل 100 ضربة، يبقى النبضات من 70 ل 100 نبضة. تمام جدا. طب الاسباب احنا قلنا ايه؟ حاجة اسمها الاستينوزس يعني ضيق، او ريجرجيتيشن اتساع، يبقى ضيق او ايه او اتساع يا شباب. طيب الاتساع ده بيحصل يؤدي الى ارتجاع جزء من الدم في المين فالفز. يعني ايه مين فالفز؟ يعني الصمامين الاساسيين زي الايه؟ الميترال والاورتيك. هل في غيرهم؟ في غيرهم، بس ده اللي ركز لك عليهم دلوقتي، الميترال تمام والاورتيك. طيب التاجي والايه والابهاري. طيب عندنا سريعا هنتعرف على بعض الاعراض وهنشوف هي تحصل ليه. هل مطالب ان انت تعرف هي تحصل ليه؟ مش مطالب هي تحصل ليه، تعرفها من باب المعرفة عشان تسهل عليك الحفظ. طيب بس اولا قبل ما نتعرف على الاعراض، قال لي بعض الاسباب غير ضيق وارتجاع الصمامين. قال لي ان عضلة القلب ذات نفسها مش قادرة تنقبض وتنبسط بما يكفي ان هي تغذي بقية اعضاء الجسم، حصل لها تليف، انقباضها وانبساطها لا بقى بسيط خالص. غير كده ان القلب اصلا هو مش قادر يقوم بالعملية، هو عضلته تمام والصمامات تمام، ولكن التغذية اللي رايحه له بسيطة خالص زي الانجينا كده شبه. تمام. فايه اللي حصل؟ قال لي الكوروناري الارتريز بلوكج، حصل لها بلوكج. طب هتقول لي تامة ولا حاجة بسيطة؟ يا راجل يا محترم، ده لو تامة كان القلب مات، اكيد حاجة بسيطة. طيب والضغط الدم العالي برضه، يبقى ارتفاع ضغط الدم الهاي بلاد بريشر، او ممكن يقول لي الهايبر تنشن، هي هايبر تنشن، لان تنشن معناها ضغط وهايبر معناها عالي، فهايبر تنشن. وان اصلا التغذيه اللي رايحه للقلب لا ده قليله، او التغذيه تمام ولكن حصل فايبروزس يعني تليف في العضله، اسمها كارديو مايوباثي. كارديو يعني القلب، مايو عضله، باثي يعني مرض، ففي مرض او مشكله في عضله القلب، فايبروزس تليف، فايبروزس او كارديومايوباثي. وهنا او الصمامات القلب تمام، التغذيه اللي رايحه له تمام، كله تمام، ولكن حصل استينوزس او ريجرجيتيشن في الصمامات. طيب ايه الاعراض اللي ممكن تحصل؟ اول حاجه لازم ناخد بالنا من كذا حاجه بقى هنا بقى. اولا انت قلت لي ان القلب مش قادر يغذي الاعضاء، دي نقطه، فبالتالي حيوية الإنسان ده هتبقى ضعيفة، يعني هينهج دغري. طب أنا عايز أتعرف على بعض الحاجات التانية. قال لي بص، من ضمن الحاجات اللي بتحصل إن قلنا الدم اللي خارج من القلب ضعيف، صح، وإلا ما كانش هيبقى اسمه فشل قلبي. يبقى هنا الدم اللي خارج منه ضعيف، فلما الدم يبقى خارج ضعيف، لو المية ضعيفة ايه اللي هيحصل؟ سريانها في الدم هيبقى ضعيف، هيحصل لي كونجيشن. يعني ايه كونجيشن؟ يعني احتقان. يعني ايه احتقان؟ يعني ركود. يعني ركود يعني الدم ماشي بسرعة بسيطة صغيرة، الدم بياخد راحته، فلما ياخد راحته والأوعية الدموية تتسع شوية ايه اللي يحصل؟ قال لي يحصل ترشيح.
يحصل ايه؟ يحصل ترشيح، الدم يترشح منه السوائل. فايه اللي يحصل لي احتقان، يحصل لي حاجه اسمها إديمة. الإديمة ديت تقوم رجله منفخه، رجله تورم يعني. وكذلك في الاعضاء يحصل له كونجيشن. يعني ايه كونجيشن؟ يعني تجمع السوائل. واحتقان يعني احتقان يعني سريان الدم في ركود يعني سرعة معدل بطيء. فيقوم ايه اللي يحصل؟ يقوم الرئة مش بتقوم بعملها الكافي، التغذية اللي رايحة للرئة ضعيفة، وكذلك هي اصلا في كونجيشن، مفيش تبادل الغازات كويس لان ضغط الدم في مشكلة، وكذلك مشكلة ضخ الدم من القلب برضه في مشكلة. فيقوم المريض ده مش قادر ياخد نفسه كويس، يقوم المريض ده مش قادر يبدل غازات كويس، فينهج دغري، يحصل له مشكلة دغري، يحصل له ان هو نفسه قصير، بينهج دغري. صلوا على النبي. واحد واحد. يبقى هنا shortness of breath وديفيكالتي بريث، مش قادر يتنفس، فيه صعوبة بعد الاكسرسايز. ليه؟ لانه عمل مجهود اكتر. هو اصلا القلب ما كانش قادر يعمل مجهود يعني يكفي احتياجاته في الراحة، هيقدر يكفي احتياجاته في المجهود؟ مش قادر. اتاكس، نوبات من shortness of breath، ضيق التنفس اثناء النوم during sleep، ومصاحبة بعرق شديد جدا. ليه عرق شديد؟ لان احنا قلنا لو الاوعية الدموية شرايين واوردة متسعة حصل لها congestion. تمام جدا. فبيؤدي للعرق برضه. والسيانوزس، ليه سيانوزس؟ كلمة سيانوزس دي معناها زرقان، بلوش coloration، يعني الزرقان نتيجة ايه؟ قال لي انت قلت لي المفروض القلب بيضخ الدم المؤكسج تمام، وبياخد الدم اللي غير مؤكسج اللي مفيهوش اكسجين كفاية ويوديه للرئة. العملية ديت فيها مشكلة، وفي احتقان في الدم. فيقوم ايه اللي يحصل؟ نسبة الدم المؤكسج اللي كان بيديني اللون الاحمر بسبب الهيموجلوبين قال لي ده قل، وزاد لي مادة تانية كربوكسي هيموجلوبين، مش عليكم، مادة تانية بتخلي اللون ازرق او مايل للزرقان. فيقوم ايه اللي يحصل بسبب فشل ضخ الدم الكويس المؤكسج؟ قال لي يحصل له سيانوزس في الوشه، في الفيس. والسبيوتم بتاعه كمان في فوم اللي هو الايه؟ رغوة وبلد ودم. ادام في سبيوتم في فوم وفي دم اكيد من الرئة فيها احتقان، تمام، وحصل في فوم وحصل في بلد. تمام، دي اعراض في ايه؟ في الرئة. طيب يا رجال، طب بالنسبة ايه تاني لما الرئة يحصل لها مشكلة؟ قال لي يحصل لك فريكوانت كف، يعني سعال مستمر، تمام، او متكرر، كحة متكررة. ويقول لي ان القدمين فيهم سويلنج، فيهم إديمة، فيهم احتقان، فيهم تورم، ده كله برضو بيحصل. وكذلك الكبد بيكبر، ليفر انلارجمنت، ولما يكبر يضغط على اللي حواليه يبقى ليفر بين. طيب ليه الكبد بيكبر؟ احنا مش قلت لك بيحصل احتقان؟ يعني ايه بيحصل احتقان؟ يعني الدم بيتجمع في الاعضاء، بيبقى سريانه بسيط، يبقى فيه ركود. فاللي بيحصل ان هنا الوريد اللي رايح اصلا القلب، تمام، بيوديله، هو بيعدي منه عندك برضو الكبد. فلما يحصل احتقان السريان الدم مش راضي يفرغ كويس القلب، فاللي بيحصل بطأ يتراكم، يروح جاي رادد في الكبد، رادد. فترشيح الكبد وان انا اخد منه الدم غير مؤكسج ما بقاش كويس، فبيتراكم فيه دم، فيقوم حجمه يكبر، فيحصل لي abdominal pain. يا شباب صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده بالنسبة للليفر انلارجمنت والابدومينال بين اللي هو ألم البطن. طب انا اعمل ايه؟ واحد جاي لي انا عايز اطمن عليه في القلب وكده، اعمل له تشيست اكس راي، واعمل له اي سي جي الكتروكارديوجرام، يعني ايه؟ هشوف كهربية القلب. وهنا التشيست اكس راي يعني على الصدر، اكس راي اشعة سينية على الصدر، تشيست يعني صدر. ايكو كارديوجرام يعني ايه؟ هشوف الترا ساوند اللي هو ايه؟ اشعة فوق صوتية، تمام، جهاز السونار اللي بنقول عليه سونار على القلب، تمام، وبيطلق عليه الايكو، تمام. فهنا لحد هنا عرفنا الحمد لله تعريف فشل القلب، ان هو مش قادر يضخ دم كويس. ملحوظة ان هو بيضخ اصلا 5 متر في الدقيقة، وفي معدل
من 70 ل 100 ضربة أو 100 نبضة في الدقيقة. والأسباب قلنا ارتفاع ضغط الدم، انسداد التغذية اللي هو المين كوروناري ارتريز، والعضلة فيها تليف فايبروزس اسمها كارديوميوباثي، والسينوزس والريجرجيتيشن يا إما ضيق يا إما يا إما إيه ارتجاع. وعندنا الأعراض النفس قصير، عندنا برضو مشكلة في النفس، ممكن السبيوتم برضو كذلك، قال لي سيانوزس في الفيس. طيب والسبيوتم يعني بلغم. طيب وعندنا ايه تاني؟ قال لي كحة فريكوانت كوف، وعندنا برضو تورم إديمة، والليفر برضو فيه احتقان فبيكبر في الحجم، وكذلك بيحصل له ابدومينال بين. طيب الأشعة قلنا تشيست اكس راي، وعندنا اي سي جي وايكو كارديوجرام. تمام يا شباب، صلوا على يبقى 3 سي هنا اهو. نعالج ازاي؟ قال لي اول حاجه انت قلت لي ان هو له اسباب، صح؟ ما تحاول تعالج الاسباب. يعني لو واحد عنده صمامات فيها مشكله ما تعالج الصمامات، واحد عنده هايبرتنشن ضغط الدم مرتفع ما تعالج الهايبرتنشن، واحد عنده اي مشكله من الحاجات اللي احنا قلناها تاني تعالجها، صح؟ تمام جدا. عنده انسداد الشرايين التاجيه ما تحلها، اعمل له قسطره. يبقى هنا اول حاجه تريتن كوزس لايك زي ايه؟ الهاي بلاد بريشر ضغط الدم المرتفع، ارتيريال ستينوزس. يعني ايه ارتيريال ستينوزس؟ يعني ضيق الشرايين، الشرايين ضيقه، نعمل لها ايه؟ نديها علاجات هنشوف كمان شويه. والفالف دايليشن اتساع الفالفات، يعني اتساع الصمام. يعمل لي ايه؟ ريجرجيتيشن. يعني ايه ريجرجيتيشن؟ يعني ارتجاع ريجرجيتيشن. طيب يرتاح، انت مش قلت لي لما يعمل مجهود ما بيقدرش يتنفس كويس؟ ما ترتاح يا عم. والوضعيه سيمي يعني منتصف، سيتنج يعني كانه نص قاعد، يبقى كده وكده، يبقى نايم على السرير وفي مخدات عاليه كده كانه ايه؟ نص نايم ونص قاعد. واديله ادمنستر، اديله هيموديفايد اكسجين، اديله اكسجين، واديله دايوريتكس. الدايوريتكس تبقى اسمها مدرات البول. مدرات البول دي بتعمل ايه؟ اولا انت قلت لي عنده اديمه. يعني ايه اديمه؟ يعني الاوعيه الدمويه مرشحه. يبقى اما انا عايز امشي الترشيح ده بسبب ايه؟ حصل له كونجيشن يعني احتقان، يعني ركود الدم في اتساع في الاوعيه الدمويه. فايه اللي يحصل؟ هديله الدايوريتكس دي عشان اللي تمشي الاديمه، علشان التورم اللي عنده يمشي. طيب الديجوكسين او الديجوكسين ليه؟ قال لي لانه له حاجتين. اول حاجه ان هو يقوي ضربات القلب، يخليها قويه ويقلل عددها. فاللي هو ايه؟ يقلل ويبقى في الجون برضه، واخدين بالكم؟ فيقوي ضربات القلب فيقدر يوصل كويس، ويقلله ويريحه شويه، يقلل المجهود عليه. وهديله الامينوفيلين علشان انت قلت لي عنده مشاكل في الرئه، صح؟ هنا بقى يظبط لي مشاكل اللي في الرئه. لو في ضيق في الشعب الهوائيه يوسعها لي عشان يعالج لي الكحه، وعشان يعالج لي في العموم اي مشكله في الرئه، لانه له عوامل كويسه في ان هو يوسع الشعب الهوائيه. وفي الاخر هقلل السلط، هقلل الملح في الطعام علشان ضغط الدم طبعا. والى هنا نكون خلصنا درس لطيف، درس جميل جدا، الحمد لله خدنا فيه معلومات اضافيه بره الدرس، ولكن كانت ضروريه، وانا شايفها ان هي ضروريه عشان افهمكم الدرس. هذا والله اعلى واعلم واعز واكرم. كان معكم اخوكم حسن حمدي، بفكركم بكورس نرسونا عليه عرض خاص جدا، والعرض لعلمكم منتشر، يعني مش عشان مثلا فكره الكورس جودته حلوه او وحشه، لا، العرض فعلا في بعض الناس المشاهير جدا اللهم بارك بيعملوه. هو ادفع اللي تقدر عليه، في دي سياسة في عموما في الدفع عادي، فتقدر تدفع اللي تقدر عليه، انت المتحكم في السعر، انا مش هفرض عليك اي حاجة، وبعد ما تدفع انا هفعل لك الكورس باذن الله. ما تنساش عشان الفترة الجاية فيديوهات هتقل على اليوتيوب، فتقدر تلحق وتتابع معانا باذن الله في الملخصات. يعني انت بتاخد ملفات الPDF في الكتاب مجانا كمان PDF زائد ان شاء الله. تابع معانا بالامتحانات الفترة الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنساش اللايك والسبسكرايب.